السلام عليكم، حياكم الله من مطبخ أمي ويدتي. واليوم بما أن رمضان قرب راح أسوي لكم كبة البرغل. الحين هني عندي أنا 3 أكواب برغل، أسمر وأصفر، يعني الأسمر والأصفر ناعم. نقعتهم بماء تقريبا كذي مدة ربع ساعة ماي فاتر، والحين عصرتهم، حطيت عليهم بهار اللي هو بهار المخلوط، وحطيت على كل كوب ملعقة شاي ملح بس، وملعقة كمون. الحين شنو عندي هني؟ هني عندي نص تقريبا نص كيلو البرغل. الحين هني هذا اللحم وبصل. اللحم ربع كيلو صافي وعليه بصلة صغيرة، وهذا الحين شوية بهار مخلوط وشوية ملح وشوية كمون. راح احط عليه اطحنه وبعدين شوي شوي اضيف له البصل وعشان ينعجن. هني شنو عندي؟ هني عندي هذه الحشوة سويتها بصل، هذه الحشوة العادية، وانا احط كشمش، وحطيت اللوز وقصصته بس، شلت القشر ماله وحمصته. وان شاء الله الحين لما تكمل العجينة اراويكم اياها، وبعدين نكببها ونحطها بالفريزر، واي وقت تبون تطلعون بس تقلونها. وعلينا وعلى عيونكم بالعافية، والله إن شاء الله يعودنا ويعودكم بالخير والصحة والسلامة. رجعنا لكم الحين بالكبة حق رمضان إن شاء الله. مثل ما يقولون طولنا عليكم الغيبة، ونطول الغيبات جاب الغنايم. الحين شفتوا هذه العجينة صارت عقب ما طحنتها وخلطتها ويا اللحم. أنا كببت تقريبا 3/4. وهذه الحشوة عادية. بنات الإضافات يعني اللوز أو الكشمش إذا ما تبونه مو ضروري، كل هذا حسب الرغبة. وهذه أنا لفيتها زين، وبكمل الباقي الحين. يبقى بس القلاي تقلونها على نار هادية، تخلون الزيت يحمى شوية، يعني مو حار وايد عشان لا تحترق بسرعة وتصير حمرة وهي بعدها مو مستوية، البرغل مو مستوي. فتقطونها أول مرة من تقعد يعني تغلي بالدهن واحدة ورا واحدة، مو كله يميع، خصوصا انتم يعني إذا بتفرزنونه. انزين، وبعدين تنصون عليها على النص، مو كلش ناصية ولا كلش عالية، تخلونها تستوي على راحتها علشان شوية تصير محمشة وتقرمش على راحتها. زين، وشوفوا شلون العجينة، يعني تحسون ان في حبة سمرة وحبة بيضة. البرغل الاسمر وايد يصير حلو يعني، ويصير فيه مثل ما يقولون مطة حلوة وطعم في يعني بالكبة مالت البرغل. وهذه كبتنا، وعلينا وعلى عيونكم بالعافية. وهذا الشكل النهائي حق الكبة مالت البرغل كبتنا. شوفوا لما تشوفونها هالشكل تقلونها، طبعا تقلونها على نار هادية، مو عالية وايد ولا ناصية وايد عشان ما تصير يابسة، ولا عالية تحترق، لأن تصير الكبة خفيفة. في هذا كذي البصل داخل هذا يصير كذي يسود، ولا أبد ما فيها ولا شيء. سمع القرمشة مالته وشكلها، أنا قلت لها زين. هذا كبتنا النهاية، كبة البرغل. مثل ما قلت لكم المقادير 3 أكواب برغل، كوب ونص أسمر، كوب ونص الأصفر. نحط من ضمنهم ربع كيلو لحم صافي بدون أي شيء، نطحنه ويا البرغل ورا ما ننقعه. نحط عليه راس بصل صغير، نحط عليه قفشة كمون وقفشة بهار مخلوط، وعلى كل كوب قفشة الشاي، مو الصغيرة كلش ولا العودة، الوسط. على كل كوب قفشة ملح. هذا ورا ما ننقع البرغل ونعصره نحط عليه هذه الشغلات ونطحنه. واللحم هم نحط عليه قفشة بهار مخلوط وقفشة كمون وقفشة ملح، ونعجن العجينة. إذا حسينا أن العجينة يعني ناشفة نزيدها ماي بالعيان أو بالخلاط، من قاعد تخلطونها بهذا الخلاط البلندر وخلاص. وكل ما تكون يعني المواد باردة والعجينة باردة، حتى إذا هذا يستدعي إنك تحطونها بالثلاجة تمسك أكثر العجينة تصير. وبعد شنو، والحشو قلت لكم حسب الرغبة، اللي تحطون الكشمش أو اللوز أو الجوز أو اللي تبونه أنتو، حسب مثل ما يقولون اللي تبونه أنتو، يعني تبون جوز، تبون لوز، تبون بصل وايد، تبون بصل قليل. شغلة ثانية،
أنا البهارات مالتي المخلوطة اللي أحطها أنا طبعا مسويتها بالقناة، إذا ترجعون راح تلقونها. ونفس الشيء حق كبة العيش، نفس الحشوة ونفس البهارات. أنا بهاري ما غيره نهائيا حق جميع أكلاتي، ولا أحط زيادة ولا نقصان، على قولة الأولين بهار أمي ويدتي ما راح أغيره. وهذه كبتنا وعلينا وعلى عيونكم بالعافية، وإن شاء الله نلقاكم بطبق ثاني.